رواية كموني. رواية مسموعة بالدارجة. الحلقة 16، موسم سيدي علال البحراوي. قشالي القوات المساعدة في المغرب كلهم فيهم واحد مخزني مكلف بمهمة خاصة تيسميوه الشاف دي دوار. كاين في قشالي بورنازيل في الدار البيضاء، وقشلة عين حرودة، وقشلة النافيام بالكاموني كذلك. القيادة د القشلة عندها الملفات الإدارية د المخازنية ديالها، والشاف دي دوار عنده دواسات ولادهم من صغيرهم لكبيرهم تيعرف عليهم الشادة والفادة. فيه المقدم، الفاكتور، البراح، السانديك، حارس عام، وحتى كبير الجماعة والشيخ القبيلة. كلمته مسموعة وما تتنزلش للأرض. إلا شبكات مثلا شي مخاصمة في الزناقي القشلة بين العيالات وما بغاش تفك، خصو هو يفارقهم باش ينعلو الشيطان ويدخلوا لديورهم قبل ما يجيو رجالهم المخازنية ويشركوا شي مع شي. الشاف دي دوار سربيسو ما يتسلح فيه بكلاطة، ما يهز الشكارة، ما يقيد بالسيلو شي مخالفة. ديما في يديه عصا تيدور بها، يشوف اش زايد واش ناقص في القشلة، الكرفيفي المعرم، والزبالة واش ريحتها عطات وخصها تحرق، السقاية شكون خسرها وعلاش تتشرشر بالمياهات، عواد الفران والحمام واش شقربوا يتقاضاو، الحصيرة الجامع مالها إلى آخره. في الأخير هاد المخزني فكاك الوحيل تيديكلاري بهاد المشاكل لقيادة القشلة باش هي تدبر المحاينة، وما على الرسول إلا البلاغ. اليوم الشاف دي دوار تيخيط في زناقي القشلة كيف العادة، حتى بانت ليه هزة باب دارها جالسة، هو يوقف عليها بعصاتو وسولها: هزة هاديك العتبة طيبتيها بالقعاد، ما تنوضيش تمشي لموسم سيدي علال؟ القشلة كلها مشات تزور وتحوص إلا انتي. جاوباتو هزة: بقيت بلا شغل، وسيدي علال اللي بقى ليا، سير لي انت الله ينفعنا ببركتك وببركتو. دورات وجهها والشاف دي دوار قال في خاطرو: الله يحسن العوان، هزة تبدلات، كيف كانت بالصحة وكيف ولات بالصدمة د ولدها يحيى. الوشام في حناكها بهات، يحسن عوانها. القشلة كلها عارفة ولدها في الحبس مشدود على السياسة، وهي تتكذب علينا وعلى راسها. حقا ما حقا مشي يكمل قرايته في الخارج. بالحق يحيى كان الله يعمر ليه الدار، فيه الحياة والحشمة ماشي بحال حمادي. النهار كامل وانا نجري عليه في الزناقي، هو ولد فلان وصاحبهم ولد فرتلان. يزا كيف لقاها الشاف دي دوار كيف خلاها جالسة في الزنقة وبحاضرة فيها ما غايبة، واللي ما كلمها ما تكلمو، ما بقات تمدغ مسكا، ما بقات تحني ولا تغني، لا بالشلحة ولا بالعربية. في الدار تصلي وتطلب من الله تشوف ولدها قبل ما تموت، وبرا تبقى تساينو في العتبة ديال الدار نهار وما طال. أكثر من عامين هذا هو حالها. زنقتي الزالة طير يطير فيها دابا، ناسها كلهم تقريبا في الموسم، حتى حمادي مشى ليه مع صحابو، وبا محمد غالبا تيتفرج في التبوريضة. ولكن إزا شافتو رجع منها بكري وداخل الزنقة هاز راسو كتر من القياس وتيشوف فيها بحال إلا بغا يطير عندها بشي فرحة. قلبها بدا يضرب وحست بشي حاجة تتقعدها من العتبة باش توقفها على رجليها وتمشي تعرض ليه باش تقول ليه:
سربيني اش من خبار جبتي. ولكن ما قدرتش تنوض وبقات تطلب وترجى في خاطرها وتقول شي لا سيدي علاليا البحراوي ما تسديش عليا، وانا معاهدك قدام الله سيدي علال حتى نفرش ليك تحت قبتك زربيه جديده وديالتي الداس. غير رد ليا ولدي يحيى، انا عطيتك عهد الله سيدي علال، والله ما ننساك يا البحراوي يا سيدي علال. منين وصل عندها با محمد تأكدات بان في عينيه حقا خبار زينه. قفزوها من بلاصتها وسولاتو في الباب اش تما. شفتك سمحتي في الطبوريضه ورجعتي دغيا. با محمد تبسم وما جاوبهاش حتى دخل لقلب البيت وقال ليها الطبوريضه اللي مشيت ليها انا ماشي في الموسم، الطبوريضه في القياده ديال الكاموني. شي 70 بقعه تفرقات اليوم وحتى حنا استفدنا بوحده فيها 300 متر وايزه، وغنخلصوا للدوله غير شي تنابر صافي. الكاموني غيكبر ويتبنى وغيدخلوا ليه الماء والضوء و قاطعات ويزا بصوت مقجوج ومبحبح. فرحان يا الريفي قاصح القلب، انا تنسينك تجيب لي ولدي وانت جايب لي بقعه في الكاموني. اش عطاني هاد الكاموني حتى نبني فيه ما نعرف اشنو؟ بغيتي ايامي تزيد تكحل عليا في هاد الارض السعيده اكثر ما هي كحله عليا دابا؟ بغيتي نخليتي داس فين نموت بين خوتي باش انت تدفني في الروضه سيدي علال؟ هاد سيدي علال تسليم منو من الموسم ديالو با محمد واخا قمعات ليه الزا فرحتو وهجراتو ليه سكت وخلاها تتنقل عليه. هز الراديو وخرج نشر رجليه على الحصيره في المرح، شعل قاروب وقيده وشعل حتى الراديو، زاد ليه في الصوت وبدا يدور في الكورده ديالو من اذاعه لاذاعه حتى شد اذاعه الرباط. حل الصمته دماغانت ودوقما وبدا يدور الموري ديالها باش يعمرها. ومنين سمع في الراديو عند الإشارة تكون الساعة 5 مساء، با محمد حقق مكانته على 5 وقسم. حمادي ما رجع لدارهم حتى خرف الموسم. وصل مع عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. وهنا رباط إذاعة المملكة المغربية. رواية الكاموني.